السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ معاكم هدير من قناة بنت من البنات. انا رجعت لكم النهارده فيديو فضفضة. حبيت اتكلم النهارده عن نفسي، بس ما حبيتش كده اتكلم عن نفسي وانا يعني قاعده فاضيه. حبيت اعمل لكم حاجه بمناسبه الساعه كده وناكلها واحنا واحنا قاعدين نفضفض مع بعض. انا ان شاء الله النهارده دخلت المطبخ. حبيت اعمل لكم فطاير كده، حاجات صغننة هنحشيها مع بعض، جبنة وشوكولاتة للي يحب يعني. ان شاء الله هنخش مع بعض. على فكرة بالمناسبة اللي بتصورني النهاردة اختي الصغيرة ماي. هي اخراج وتصوير النهاردة، فيا رب تستحملونا ونكون خفاف عليكم. آه، بصوا احنا هنبتدي بالمقادير، ما تضحكوش علينا بقى، ده اول مرة اعملها. بصوا يا جماعة، اول حاجة معايا هنا، قربي يا ماء. انا هنا المخرجه وانا اعمل اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعة معلش، هنا 5 كوبايات دقيق، علبة زبادي، جهينة، أي حاجة أنت عايزاه، كوباية مية دافية، دول مالكوش دعوة أقول لكم إيه دلوقتي. معلقتين سكر، هنا بيضة وكيس فانيليا، وهنا ربع كوباية زيت، وهنا خميرة. هنا بقى هقول لكم بقى دي إيه. بصوا يا جماعة، انتوا هتجيبوا كوباية المية دي وتحطوا عليها معلقة سكر من المعلقتين، ومعلقتين من الدقيق دول، وتسيبوهم حوالي 10 دقايق لما يبقوا كده. شايفين كده؟ ربما التصوير تصورها لكم. تسيبوها لحد ما يبقى كده. ليه احنا بنعمل الخطوة دي؟ لان احنا في السقعة، السقعة بتخلي الخماير، يعني الخميرة ما تشتغلش قوي، فانت احنا بنعمل الخطوة دي عشان الخميرة تبقى تشتغل وتبقى طرية. ومنها تبقى كتير برضه. ومنها افتي وماي. ومنها يعني معلش يعني ايه الواحد يحط حته صغيره كده تبقى كبيره عنده معلش يعني. معلش، استحملوا فاطمه، مي ما بتعرفش حاجه في المطبخ نهائي يعني، خلي بالكم. فاحنا ايه، تعالي يا مي كده. حاضر نيجي بصي يا كده. جماعه هنعمل ايه كده. احنا قلنا خدنا معلقه سكر ونص كوبايه الميه دي، عملنا بيهم ايه الخميره دي. فاحنا هنشيل بقى الخميره دي. على فكره اللي ما عندوش خميره زي دي يستخدم معلقتين من الخميره الفوريه. فاحنا هنشيل دول بقى، واحنا حطينا معلقه هنا ومعلقه نحطها على الدقيق. احنا هنعجن بقى فين؟ هنا. تعالى يا ماي. تعالى يا ماي. بصوا، هنحط اول حاجه الدقيق هنا، دول 5 كوبايات. والكوبايات على فكره كوبايات المقاس ده، مقاس المج اللي عندنا العادي اللي في بيتنا ده. ده منه قصه حوالي، هما بيبقوا ال5 دول بيبقوا حوالي تقريبا نص كيلو دقيق. دول 5 كوبايات. هنحط كل حاجه مع بعض. هنحط الخميره. كل مكوناتك حطيها. عارف، افتي يا مي، افتي يا مي. نحط الخميره، ونحط الزيت، كل حاجه ونحط السكر، ادلقوا كله على بعض. سامعه يا مي؟ ونحط ايه، علبه الزبادي. على فكره يا جماعه، اللي ما عندوش زبادي ممكن يستخدم نص كوبايه لبن رايب، وممكن على فكره تعمليها بلبن عادي. بس انا ليه بستخدم الزبادي او بستخدم اللبن الرايب؟ لان هم بيخلوا الخماير يعني طريه كده، اما تيجي تاكليها تبقى طريه، وحتى مهما قعدت عندك بتبقى طريه. فبنعجنهم كده كلهم مع بعض. واعجني يا ست الكل. ايوه. وتعلمي يا ست. على فكرة يا جماعة، أنا مي أختي هي، إحنا 3 إخوات، مش 3 بنات، إحنا بنتين وولد. أنا أكبر واحدة، عندي 26 سنة، وبقول 26 سنة وبتمحك فيها لأن أنا كمان شهرين هكمل ال27. يعني إيه، فعمالة أقول 26 26 بحيث إيه إن إيه ألحق بس قطر ال26 احنا قبل ما عيلتنا يمشي. احنا عيلتنا ما بتوصل لسن مثلا 20 بنفضل عند ال20 ايوه بالظبط. فايه انا بتمحك لحد دلوقتي في 26. بصوا يا جماعه، احنا بنعجن كده، انا هنزلها عموما. بصوا يا جماعه، احنا بندهن بصفار البيض. فانا ايه، قلت حرام ان انا استخدم بس الصفار والم البياض، فقلت البياض احطه هنا. يعني انا هستخدم هنا البياض، يعني بستخدم البياض في العجينه، والصفار هدهن بيه الوش مع الفانيليا. فهمتوني؟
ده ايه ده كده عشان حرام، بس ايه ما نرميش ايه الصفار ونبقى استخدمناه، وكمان هيطري لك العجينه، خلي بالك مش بس. هو انهي الصفار وانهي البياض؟ معلش يعني. يا حلاوه. الصفار اعرف الحته الصفرا دي هي على الصفار. فكره مي مش بتسال مش بتسال بتستظرف، بس هي بجد والله بتعرف حاجه في المطبخ، مش بجد عايزه ما اقول لكم بهزرش. يعني كوبايه الشاي بتطلع منها يعني ما شاء الله. شفيق فتحاني في الفضائيات اختي. بص بنحط بقى الميه الدافيه نعجن بيها، هي لازم تكون عجينه طريه. وبعدين عايزه اقول لكم حاجه عن المعلومه، عن يعني حاجه بسيطه كده انا من خبرتي المتواضعه، ان العجاين في الشتاء تخليها طريه، لان الشتاء بينشف العجاين، والعجاين في الصيف تنشفيها، لان الصيف بيسيح العجينه، فاهمني؟ يعني العجينه في الصيف نعجن بقى بايدينا. معلش عجيني يا هم ست، اخواتنا اللي هياكلوها يعني. عجيني يا ست الكل. بصي زي ما انا قلت لكم، العجينه في الشتاء تخليها ايه طريه، لانها الجو بيخليها تمس، انما العجينه في الصيف بتخليها ماسكه نفسها شويه، لان الايه اسمها ايه الجو بيخليها تسيح. فانتوا ايه يعني حاجه بسيطه كده حبيت اقولها لكم. بس عموما الزبادي او اللبن الرايب اللي هتحطوه كده كده هيخلي العجينه طريه وجميله معاكم قوي. احنا كنا بنقول ايه، انا كنت بقول ان انا 26 سنه متمسكه بيها. انا مخطوبه بقالي 8 شهور، وورايا اخويا اصغر مني ب3 سنين، واختي هذه التي تصور اصغر مني ب4 سنين، الفرق بيني وبينها 4 سنين. انا خريجة حقوق، واخويا خريج محاسبة، يعني مش محاسبة اللي هو يا ربي اللي هم بتوع الحاسبات دول، اللي هم بيصلحوا الموبايلات والكلام ده، بس هو الشهادة بتاعته عادية الدبلوم. واختي معاها اقتصاد وعلوم سياسية. انا مخطوبه زي ما قلت لكم بقالي 8 شهور بالظبط. ايه تاني؟ ما قلتليش برضه مين الصفار ومين البياض؟ ده الصفار. ده بجد ما بهزرش. وده البياض. يا سيدي انا مخطوبه لجارنا. هو ساكن جارنا قصادي وبحبه. ايوه. جارنا، وعلى فكره بيشتغل في الموبيليا. وعلى فكرة أنا عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة، لو أنتوا تحبوا يعني يعني إيه يعني مش عارفة، بس عايزة أقولها لكم والله، لو أنتوا تحبوا أنا ممكن أجيب لكم الكتالوجات منه، اللي بتاع أوض النوم والحاجات دي، يعني للعرايس اللي تحب هتختار أوض نومها أو حاجة، ممكن أعرضها لكم وأوريكم أحدث حاجة يعني لو تحبوا والله، وأوريكم كمان الأوضة اللي أنا مختاراها هو اللي بيعملها لي. ايه تاني عني؟ انا ليه دخلت صحيح اليوتيوب؟ انا دخلت اليوتيوب بصراحه، اول حاجه كان انا مدمنه يوتيوب، يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه. انا بصوا انا هنزل بقى العجينه على الرخامه وابدا بقى اعجن فيها بقى واديها. في حبه خميره كده خساره. الرخامه انا غسلها، ولازم اول مره يعني اول ما تعملي تغسليها عشان ما ايه تبقى العجينه نظيفه كده، والمكان اللي بتشتغلي فيه نظيف. بصوا بنعجن كده، بنعجن كده. انا كنت بتكلم في ايه بقى؟ فكريني يا مي. مش فاكره، انا كنت بتقولي بتهيالي ان انت عندك اخت جميله قوي وعسوله ودمها خفيف وبتحبيها على فكره وكده انا واختي على فكره نائر ونقير فوق ما تتخيلوا، لان بصراحه اقول لكم على حاجه والله، الاخت الكبيره دي بتبقى مظلومه قسما بالله. بتشكر في نفسها قلت وحياه ربنا ايوه انت عامله القناه عشان تشكري في نفسك. والمصحف الشريفه بتبقى مظلومه قسما بالله، وكل الناس بتبقى جايه عليها، وانت اللي لازم تعملها عشان انت الاخت الكبيره، وانت اللي معرفش عشان انت الاخت الكبيره. طبعا العجينه بصوا يعني ناشفه شويه، نحط لها ميه، لازم تبقى طريه ايه وبتلزق في ايديكي كده. انت بتحتاجي حوالي من كوبايه لكوبايه ونص على حسب كمان نوع الدقيق. وكمان الجو كل ما يكون ساقعه كل ما لازم تدي سوائل كتير عشان ما العجينه ما تنشفش منه، عكس الصيف لازم تقللي الميه، والميه لازم تكون دافيه. ما هي كل شويه تقولي تعالي الدحيه دي، ما اعرفش انا هنزل على الارض بقى يعني ايه، بس ركزوا معايا انا بقى. كنا بنقول ايه؟
بنقول اخت الكبيره حرام بتبقى مظلومه هو انا قلت اتكلمي على الاخت الصغيره مش الاخت الكبيره، يعني ركزي عليا يعني. لا وحياة ربنا والله العظيم قسما بالله الاخت الكبيره دي بتبقى مظلومه. احنا كنا يعني مش عايزه اقول لكم والله انا عماله يعني بتزغد دلوقتي وبقى مش عايزه اقول لكم يعني كميه حب واضحه يعني كميه الحب واضحه، انا عارفه لا انك بس بتحبي انا عايزه اقول مامي. لكم على حاجه والله العظيم، يعني مي طيبه جدا على فكره. يعني بعد ايه بقى خلاص ما انت طلعت بقى خلاص، هقول لك ايه. مي طيبه وحياة ربنا وحنينه، يا ساعه عصبيه جدا على فكره، شو تقريبا أيوة. كل الصغيرين بيبقوا عصبيين. شو مش هتعرف تقولي كلمتين حلوين. نحط ميه تاني لسه ناشفه. انا قلت لكم حاولي تستخدموا الكوبايه اللي احنا عاملينها، الكوبايه اللي احنا سايبينها، هما بيبقوا نص كوبايه في الخميره مع الخميره، والكوبايه بتستخدميها في العجن. على فكره ممكن تعجني بلبن وتستغني خالص عن الزبادي، بس الزبادي انا بقوله لكم ليه، او اللبن الرايب، عشان تبقى طريه معاكم وجميله كده ان شاء الله تاكلوها. على فكره انا بحب العجين اكتر من الطبخ، انا من هواة قوي العجن يعني. وان شاء الله ممكن كده يعني قدام بعمل لكم. احنا بنعمل هنا في الحته بتاعتنا او المنطقه اللي انا ساكنه فيها. على فكره انا من طنطا نسيت اقول لكم انا من طنطا. لا يا سيدي يا بدوي. انا من طنطا واحنا هنا بنعمل رقاق طري كده، اسمه الرقاق الفلاحي والقرص الفلاحي، لو تحبوا ان شاء الله بكره، يعني مش بكره صدقيني يعني مصر كلها بتعملها، انا مش طنطا عارفه بس يعني. يعني تعالي يا مان الناحيه دي عشان يسمعوا صوتي يعني. معلش انا عايزه اقول حاجه كمان للناس اللي بيشافوا اول فيديوهاتي، علقوا لي كتير علشان التصوير وعشان كمان الصوت. والله صدقوني انا يعني دي تجربتي الاولى، يا رب ما تكون الاخيره. فما اعرفش يعني ايه، في حاجات ايه انا كنت محتاجه مخرجه. ايوه كنت محتاجه مخرجه زي ما عشان تظبط لي القناه. بس انا وعدكم والله انا بحاول ايه ان انا اجيب يعني افضل حاجه والله، وبنزل برامج للتصوير وكده. يا رب بس ايه اكون اعرف اوصل لكم الحاجه كده يعني تبقى كويسه. بصوا احنا بنتنيه نعجن فيه حوالي من 8 ل 10 دقايق، لو عندك عجان طبعا يعني يكون افضل، بس عندنا ما كناش عندنا عجانات يعني، وايدينا ربنا خلق لنا ايدينا احسن من العجين. هي لازم تلزق على فكره كده، من ده مش عيب، ده لازم تلزق في ايدك كده. تمارين للصوابع، احنا تمارين شعب للصوابع. بيحب الرياضه، فاحنا بنحب نعمل تمارين للايد. ايوه تمارين للايد وتمارين مي بتستظرف سامحونا معلش. احنا كنا واقفين فين؟ عند اختك الصغيره الجميله اللي كانت نائمه في القصر مستنيه الامير فارس الاحلام. انا قلت لكم ايه، احنا كنا فين والنبي باقي؟ ما انا قلت لك عندك اختك انا عايزه حاجه اقولها لكم كمان، الجميله اللطيفه. عايزه اقول لكم كمان ان بمناسبه كده راس السنه، ان شاء الله يا رب كده كل بنت وكل انسه واختي معاكم تتخطب العريس كده يكون كويس وابن حلال ويحبها ويصونها، وكل واحده نفسها في حاجه يحققها لها وربنا كده. وان شاء الله يا رب يجعل سنه سعيده علينا، وان شاء الله يا رب كل بنت بتحلم بحاجه او كل حد بيحلم بحاجه ربنا يحققها له. وان شاء الله يا رب ما نشوف الحاجات الوحشه اللي احنا بنشوفها اليومين دول بقى، ويعني السنه دي تكون سنه سعيده علينا كده. بصوا يا جماعه انتوا بتتنكوا تعجنوا لحد ما تلاقي العجينه بصوا ناعمه كده، يعني قرب يا ما شويه تلاقي العجينه ناعمه كده وحلوه قوي معاكي. يعني هي كمان عايزه بتاع مثلا مرتين 3 وهتبقى تنعم اكتر. هنعجنها مع بعض واحنا بنتكلم يعني. انا ليه دخلت المطبخ عملت لكم، انا قلت لكم انا يعني ايه عشان ما نقفش بس فاضيين واقعد اقول انا وانا 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 ما اعرفش ايه. فايه قلت ايه بالمره واحنا بنعجن يعني ايه اكلمكم عن نفسي عشان ما تزهقوش مني. كلموا عن نفسك وعن اختك يعني وعن اختي مي شوفي بس نفسك تصويرها ما يعلم بالله ربنا تعالى حياتي يا مي انا حاسه ان انا بجري ورا القناه مش القناه بتجري ورايا. بصوا احنا كده، بصوا يعني شوفوا هي بقت ناعمه ازاي. تعالي بس تقربي يا مي ربنا يهديك قربي ناعمه كده جدا يعني، ولازم تبقى طريه معاكي قوي كده، وتلميها كده وتسيبيها وتغطيها تتخمر يعني على حسب الجو. بس هي تقريبا هتاخد ساعه، هرجع لكم بعد الساعه ونرجع نرغي ونلت ونعجن مع بعض واشوفكم ما الخميره تخمر بقى. يلا السلام. السلام عليكم، رجعت لكم بقى. شفتوا الخميره يعني ايه اتخمرت قد ايه؟
ما شاء الله يعني بقت عالية قد ايه. الكلام ده بعد ساعة. احنا كنا مدفيين المية، هننزلها بقى. بسم الله الرحمن ما شاء الله مش عايز تنزلها. هننزلها على ايه ده. هننزلها على على ايه الرخامة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نفردها بقى، نفردها مع بعض بالنشابة، بس مش النشابة العادية، النشابة البلدي بتاعتنا. شايفينها؟ تعالى يا ماء والنبي. معلش رجعنا لقناة مي كمان بالمناسبة. هنحاول نعملها كده ونفردها. اول حاجة هنقسمها، بس على فكرة شوفوا هي طريقة قد ايه، طريقة حلوة قوي. بصي هنقسمها بقى، نقسمها نصين كده يعني بالتقريب، يعني عشان هنحشيها نص شوكولاتة ونص جبنة. دي اول قطعة، دي تاني قطعة. ناخد القطعة كده ونفردها هكذا. نكمل بقى معاكم الموضوع. انا ليه دخلت اليوتيوب وعملت القناة؟ اولا لاني زي ما قلت لكم في الاول انا مدمنه يوتيوب يعني خطيره. من وانا زمان اول كنت بعمل حاجه، عمري ما كان ليا فيس ولا ايميل ولا حاجه دي، بس كنت بتفرج على يوتيوبر كتير وكنت بتفرج على قنوات كتير. فحبيت اقول ايه يعني ليه انا كمان ما اعملش قناه وفي القناة دي اتكلم عن حاجات انا بحبها، زي مثلا الطبخ، الجهاز، الكلام ده، المشتريات، يعني الحاجات اليومية بتاعت اي واحدة يعني. فايه حبيت ايه اعمل قناة، وفي نفس الوقت حسيت في ناس بتجيب مشتريات في جهاز العروسة كتير قوي. فانا حبيت ايه ان انا اقول ايه للبنت او اي واحده ست، يعني ليه مثلا تجيب حاجات كتير قوي ما انت تقدري تجيبي المتوسط، وكل حاجه الموضه كل يوم بتتغير. فانت هاتي الحاجات اللي تقدري تستخدميها وهتستخدميها، وبعد كده ربنا ان شاء الله يفرج عليكم انت وجوزك كده ايه وتجيبي حاجات جديده. فانت ليه تجيبي حاجات كتير قوي وبعدين تبقي موضتها راحت وتقعد من جيل لجيل وانت مش عارفه تجيبي غيرها اللي انت عندك كتير منها. هو دي بس كانت فكرتي في حكايه عرض الجهاز بتاعي. وحتى في المشتريات اللي انا جايباها قبل كده، البطاطين مثلا، الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، انا ما مش جايبه حاجات متوسطه اللي اي واحده تعرف تجيبها. بالذات احنا شايفين الاسعار كده يعني ما شاء الله طالعه نار. فحرام اي واحد مثلا اب مثلا بيجهز واحده او اتنين هيعمل ايه يعني، هيسرق يعني. انا قلت ايه اعرض لاي بنت المتوسط، اللي هو الحاجات اللي هي ما تبقاش كتير وما تبقاش قليل، ما تبقاش يعني ايه حاجات بسيطه، يعني مش جايبه يعني في جهازك، لا جايبه حاجات حلوه وجميله وفي نفس الوقت مناسبه للوقت اللي احنا فيه. وكل يوم الموضه بتتغير، فانت الحاجه ما تجيبيش حاجات كتيره، وان شاء الله تعرفي بعدين تجيبي حاجات كتيره واحدث كمان من اللي انت جايباه دلوقتي. يا جماعه انتوا شايفين انا بفرد ولا ايه؟ مي مي بينام نامت. لا لسه صح لسه صح. كملي معلش بعد الساعه مخليها مهنجه. فانا وسايبانا ارغي بقى براحتي ومفيش تعليق. لا اندمجت معاكي اندمجت. العجين على فكره العجين ده يعني خير كده. انا حبيت اول حاجه اعملها لكم في المطبخ تكون عجين مش طبخ ولا حاجه. انا قلت ايه والله، قلت يعني بمناسبه راس السنه كده يمكن ايه تكون سنه سعيده علينا كده يا رب، يعني ايه وان شاء الله نترحم بقى من السنه اللي مشيت ديت وتكون ايه يعني غوري في داهيه بقى، غوري في داهيه. يعني رغم ان انا مثلا ايه عملت يعني اعتبر سنه يعني ايه يعني الحمد لله عملت انجزت فيها، عملت قناه واتخطبت. يعني ايه لحقت القطر لحقت القطر قبل ما عنس، قبل ما اجيب 27 وعنس يعني. فقلت الحمد لله يعني على في المجمل ايه يعني سنه كده، بس على المجمل الصعيد الاجتماعي كله للناس كلها السنه ما كانتش يعني يلا الحمد لله. فاحنا ايه ان شاء الله السنه الجديده ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله السنه الجديده كده تكون كل مره نقول كده. ايوه كل مره وتدينا بالقفا على دماغنا بجد يعني. بس يعني ان شاء الله تبقى سنه حلوه يعني. يا رب والنبي يا رب، مع اني ما بتفائلش برقم 7. بس يعني الحمد لله احنا عملناه اهو. تكون سمكاه كده، ما تكونش رفيعه ما تكونش تخينه، ماشي فاهميني. وبعدين بسكينه صغننه تقطعيه او كبيره تقطعيها كده مثلثات
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المثلثات يعني ايه مش ساوية قوي يعني. انا هاخد المثلث الكبير ده. اه هكذا. على فكرة يا جماعة البتاعة دي احلى، انا بحسها احلى من النشاب. يعني ما تقولوش بقى بتاع وبتاع، بس هي والله بحسها احلى من النشاب. ايه هناخد مثلا، انا عامله بصوا هنا الحشو بقى، على فكره ممكن تحشيها اي حاجه انت حباه، تحشوها حلو حادق زي ما انت عايزه. هو هنا عامله جبنه عدبه، احنا بنحب الجبنه دي قوي، حاطه فيها رشه صغننه من الشطه، يا رب تكون باينه، وشويه زيت صغنن. انت ممكن تحط عليها زعتر، تحط عليها زيتون، فلفل، اي حاجه انت حباها. وهنا كمان شوكولاته، بس انا سيحتها بقى. انت ممكن تعملي شوكولاته مبشوره عاديه، بس انا كان عندي شوكولاته فسيحتها يعني انت، بس انت ممكن تعمليها مبشوره تكون احسن كمان، هتريحك في الشغل. بس انا دي بقى سيحتها بقى، واللي حصل حصل. هناخد بقى الوقي واحده واحده من دول كده اهو كده. على فكره مش مهم الشكل قوي يعني انت كده كده هتظبطيها وهتبقى شكلها حلو كده. تفرديها بايديكي اهو كده. انا هبدا بالجبنه، تحطي كده كده. مش راضية تنزل، مش عارفة ليه. سقعانة يا رخرة ستي، سقعانة. سقعانة. وعلى فكرة الدنيا بتشتي، على فكرة احنا بنصور دلوقتي الدنيا بتشتي. إيه يعني حاولي ايه ما تعملهاش حاجة قليلة برضك، يعني حاجة كويسة كده، حسي فيها سندوتش. على فكرة انا عاملة الشكل اللي هو بتاع الكرواسون ده، انت كنت تعملها على فكرة شكل فطيرة او شكل دايرة او شكل اي حاجة. العجينة دي حلوة قوي ومريحة كده يعني طرية. يا رب تطلع حلوة كده على وشكوا، على وش السنة الجديدة. دي شكلها كده اهي، شكلها بسيط يعني كرواسون صغير. واحطها في صاج اوريلكم. انا خلصتهم اهم ودهنت وشهم بالصفار البيض والفانيليا. وهسيبهم يتخمروا حوالي نص ساعة، وبعدين ندخلهم فرن 180 درجة متوسط يعني، او من 180 190. وان شاء الله اما يخرجوا كده هوريهولكم. يلا نشوفكم بقى بعد ما يطلعوا. دول كده الفطاير بتاعتي بعد ما خلصت. هو دول شكلهم حلو قوي. هوريكم كمان يعني ايه هي طريه وهشه قد ايه. بصوا يعني حتى ما تعملوها كده ترجع تاني جميله قوي. افتح لكم كمان واحده دي بالجبنه، حلوه قوي قوي. شوفوا قد ايه فاضيه وجميله من جوه. يا رب تكونوا تعجبكم وتكون بالهنا والشفا، وما نكونش طولنا عليكم وغتتنا عليكم. وكل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.